الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده منها، صلى الفجر ولف مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر، لو قلت أوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها. الله الله حين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله، مشتاق لناسها الطيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله، وأصغر العلماء نقدر نقول ما تشاء الله، أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده مني. الوحدة الخامسة، الدرس 25. استمع إلى الحوار. الحوار الالتحاق بالجامعة. زرتك أمس في البيت ولم أجدك. ذهبت مع ابني طارق إلى الجامعة ليقدم أوراقه إلى كلية الهندسة. سيقبل طارق في كلية الهندسة إن شاء الله، فتقديره ممتاز في الثانوية. هل قدم ابنك أوراقه إلى كلية الطب؟ لا، لم يقدم أوراقه إلى كلية الطب، إنه لا يرغب في دراسة الطب. لا يرغب في دراسة الطب؟ لقد حصل على تقدير ممتاز في العلوم الطبيعية. هذا صحيح، ولكنه يرغب في الالتحاق بقسم اللغة العربية. أحمد يحب دراسة اللغة العربية. لا عجب في ذلك، فالعربية لغة القرآن الكريم، ولكن هل سيقبل في قسم اللغة العربية؟ قابلت عميد كلية الآداب ودرس أوراقه ووافق على قبوله. وفقه الله في دراسة اللغة العربية. شكرا لك، ووفق الله ابنك في دراسة الهندسة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 5-bilak bilim va o'rganish. 25-dars universitetga kirish. Tunogini uyingizga yo'qlab borgan edim. Sizni topolmadim. Balam tarix bilan universitetga uning qog'ozlarini qurilish fakultetiga topshirish uchun bordim. Alloh xolsa tarix qurilish fakulteti qabul qilindi. Uning to'liqdagi natijasi a'lochi. O'g'lingiz qog'ozni doktorlik fakultetiga sunib baqdimi? Yo'q. Qog'ozlarni doktorlik fakultetiga sunmadi. U doktorlikda o'qishga qiziqmaydi. Doktorlikda o'qish qiziqmaydi? U tabibanda a'lo natijaga erishgan tursa? To'g'ri. Biroq u arab tili fakultetiga kirishga qiziqadi. Ahmad arab tili o'rganishni yaxshi ko'rdi. Ajablanarli emas, chunki arab tili Qur'onning tili. Biroq arab tili fakultetiga qabul qilinamdi? Adabiyot fakultetining mudiri bilan ko'rishdim. Qog'ozlarni tekshirib qabul qilishga ma'qul bo'ldi. Alloh uni arab tilida o'qishga muvaffaq qilsin. Rahmat sizga. Alloh sizning bolangizni qurilish fakultetida o'qishga muvaffaq qilsin. الوحدة الخامسة، الدرس 26. استمع إلى النص. التعليم بين الماضي والحاضر. هناك اختلافات كثيرة بين التعليم في الماضي والتعليم في الحاضر، ومن تلك الاختلافات أن فرص التعليم كانت قليلة في الماضي، حيث كان يلتحق بالمدارس طلاب قليلون، هم في الغالب أبناء الأغنياء وسكان المدن. أما اليوم فقد أصبح التعليم حقا لكل مواطن، فكثر عدد الطلاب وانتشرت المدارس في كل مكان،
وشاع القول: التعليم كالماء والهواء. كان طلاب العلم في الماضي يسافرون من بلد إلى بلد لطلب العلم، وكانوا يواجهون في سفرهم كثيرا من التعب، فكانوا يركبون الجمال أياما وأشهرا. أما اليوم فالمدارس والجامعات كثيرة في كل مدينة وقرية تقريبا، حيث يذهب الطالب إلى مدرسته أو جامعته بالسيارة أو سيرا على الأقدام. ومن ناحية أخرى يستطيع الطالب أن يتعلم وهو في بيته عن طريق الشبكة الدولية. من الاختلافات أيضا أن المعلم كان لا يطلب أجرا على عمله في الماضي، لأنه كان يطلب الأجر من الله، وكان هدف الطالب طلب العلم. أما اليوم فقد اختلف الأمر، فالمعلم يطلب كثيرا من الأجر، والطالب يفكر في الشهادة قبل العلم، لأنها وسيلة إلى العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 5-chi bilak bilim va o'rganish. 26-chi dars burunqi va hozirgi ma'rif. Burunqi va hozirgi ma'rif o'rtasida nurg'un o'xshamasliklar bor. Shu o'xshamasliklarning biri ilgari o'qitish fursatlari oz bo'lib, ozg'in o'quvchilar maktabga kiralaydi. Ular ko'pincha boylarning bolalari va shahar aholilari edi. Ammo bugungi kunda o'qitish har bir fuqaroning huquqi bo'lib qoldi. Shuning bilan o'quvchilarning soni ko'payib, maktablar hamma joyga tarqaldi va mundaq bir jumla so'z keng tarqaldi. O'qitish suv bilan havoga o'xshash. Ilgari ilm o'rganuvchilar ilm o'rganish uchun bir yurtdan yana bir yurtga safar qiladi. Ular safarlarda nurg'un jafolarga duch keladi. Chunki ular kunlab oylab tugiga minatdi. Bugungi kunda bo'lsa, maktab, universitetlar digudek hamma shahar yezlarda ko'p. O'quvchi maktabi yoki universitetga mashina bilan yoki mengib bordi. Yana bir tarafdan o'quvchilar xalqaro tor orqali uyda o'rganalaydi. O'xshamaydigan yana bir taraf, ilgari o'quvchilar o'zining xizmatiga ajr olmaydi. Ilgari o'qituvchilar o'zining xizmatiga ajr olmaydi. Chunki ajrni Allohdan talab qiladi. O'quvchining nishonimi bilim olish edi. Ammo hozir ahvol o'zgardi. O'qituvchi nurg'un haq oldi. O'quvchimi bilimdan burun diplomni o'ylaydi. Chunki u xizmatga erishish vositasi. الوحدة الخامسة. الدرس 27. استمع إلى الحوار. الحوار حضارة المسلمين. ماذا تقرأين يا عائشة هذه الأيام؟ أقرأ كتبا عن حضارة المسلمين. كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم والرياضيات والجغرافيا والفلك والعلوم الإنسانية. هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين؟ نعم، تأثرت بها كثيرا، فقد اتصل علماء أوروبا بعلماء المسلمين وأخذوا عنهم العلم وترجموا كتبهم ودرسوها في جامعاتهم. ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك؟ تأخروا لأنهم تركوا العلم وابتعدوا عن الدين. كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه؟ أحسنت، فأول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في كثير من أحاديثه لطلب العلم، كقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد لله، فقد رجع المسلمون مرة أخرى إلى طلب العلم، فها هي المدارس والجامعات تنتشر في جميع بلاد المسلمين. وعلى كل مسلم رجلا كان أو امرأة أن يطلب العلم طول حياته. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda.
O'quvchilar kitobi 2-qism. 5-bo'lak bilim va o'rganish. 27-dars musulmonlarning hazorati. Oysha, mushu kunlarda nima o'qiyapsiz? Musulmonlar hazorati to'g'risidagi kitoblarni o'qiyapman. Bu buyuk hazorat bo'lib, meditsina, dorigarlik, tabiiy fan, matematika, jug'rofiya, astronomiya va filologiyada taraqqiy qilgan edi. Yevropa musulmonlar hazoratining ta'siriga uchraganmidi? Bakli ta'sirga uchragan edi. Yevropa olimlari musulmon olimlari bilan uchrashib, ulardan bilim olgan va ularning kitoblarini tarjima qilib, universitetlarda darslik qilgan edi. Shundan keyin musulmonlar nima uchun keyinda qolgan edi? Chunki ular bilimni tashlab dindan yiroqlashdi. Islom bilimni chaqiryapsa, bilimni qanday ham tashlasin? To'g'ri deysiz. Qur'ondan tunji tushgan so'zmi o'qig'in. Payg'ambar alayhisolammo o'zining nurg'un hadislarida musulmonlarni ilm ilishga chaqirgan. Rasulullohning bu so'zi bir misol. Ilm talab qilish har bir musulmonga farzdir. Xudoga shukr. Musulmonlar yana bir qatim ilm ilishga qaytdi. Mana maktab, universitetlar barliq musulmonlar shaharlari tarqalyapti. Shundoq. Er yoki ayol bo'lsin, har bir musulmon umr bo'yi ilm o'rganish kerak. الوحدة الخامسة الدرس 28. استمع إلى النص. مراحل التعليم. للتعليم مراحل مختلفة يمر بها الطالب خلال دراسته، فإذا أنهى مرحلة تعليمية انتقل إلى المرحلة التي بعدها. وتتكون مراحل التعليم في كثير من الدول العربية من 4 مراحل، هي المرحلة الابتدائية، فالمرحلة المتوسطة، فالمرحلة الثانوية، ثم المرحلة الجامعية. وفي بعض البلاد العربية يلتحق التلاميذ قبل المدرسة الابتدائية بالحضانة، فالروضة، ثم التمهيدي. يلتحق التلاميذ بالمدرسة الابتدائية عادة في 6 من أعمارهم. وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة الابتدائية 6 سنوات. وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة المتوسطة 3 سنوات، وكذلك في المرحلة الثانوية. أما المرحلة الجامعية فتتراوح بين 4 و6 سنوات. بعد أن ينهي الطالب المرحلة الثانوية يلتحق بالجامعات أو المعاهد إذا حصل على تقدير طيب. وبعد أن يحصل الطالب على الشهادة الجامعية بتقدير جيد جدا أو ممتاز يلتحق بالدراسات العليا للحصول على شهادة الماجستير ثم شهادة الدكتوراه. من ناحية أخرى في البلاد العربية نوعان من التعليم، هما التعليم الحكومي وتشرف عليه الدولة فتبني المدارس وتوفر الكتب والمدرسين، والتعليم الأهلي وتشرف عليه بعض الجمعيات والأفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. Arabtil huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 5-bo'lak ilm va o'rganish. 28-dars o'qitish bosqichlari. O'qitishning xilma-xil bosqichlari bo'lib, o'quvchi o'rganish jarayonida ularni besib o'tadi. Bir o'qitish bosqichini oxirlashtirsa, uningdan keyingi bosqichga o'tkaziladi. Arab davlatlarining ko'pinchasidagi o'qitish bosqichlari 4 bosqichdan tuzildi. Ular boshlang'ich bosqichi, uningdan keyin to'liqsiz o'tir bosqichi, uningdan keyin to'liq o'tir bosqichi, uningdan keyin universitet bosqichi. Bir qism arab davlatlarida o'quvchilar boshlang'ich maktabdan ilgarilar yasli, uningdan keyin bolalar bog'chasi, ondan keyin tayyorlik bosqichiga kirdi. O'quvchilar odatda
maktabga 6 yosh vaqtlarida kirdi. Boshlang'ich maktabdagi o'qish bosqichi 6 yil o'tadi. To'liqlar o'ttir bosqichidagi o'qitish muddati 3 yil o'tadi. Shuningdek, to'liq o'ttir bosqichimi 3 yil o'tadi. Ammo universitet bosqichi bo'lsa 4 yil bilan 6 yil o'tirsada bo'ladi. O'quvchi to'liq o'tir bosqichini tugatgandan keyin yaxshi natijaga erishsa, universitet yoki institutga kirdi. O'quvchi yaxshi natija yoki a'lo natija bilan universitet diplomiga erishgandan keyin magistr, uningdan keyin doktorlik unvoniga erishish uchun yuqori o'rlab o'qish bo'ladi. Yana bir tarafdan arab davlatlarida ikki xil o'qish bor. Hukumat iqtidorchiligidagi o'qitish bo'lib, davlat uningga nazoratchilik qilib maktablarni soladi va kitob o'qituvchilar bilan ta'minlaydi. Yana bir shaxsiy iqtidorchilikdagi o'qitish, buni bir qism jamiyat va shaxslar boshqaradi. الوحدة الخامسة الدرس 30. استمع إلى النص. المدارس والمعاهد العلمية. لم يكن المسجد في الماضي مكان عبادة فقط، بل كان مدرسة يتعلم فيها المسلمون القراءة والكتابة والقرآن وعلوم الشريعة واللغة والعلوم المختلفة. ثم أقيم الكتاب بجانب المسجد، وخصص لتعليم القراءة والكتابة والقرآن وشيء من علوم العربية. كان الكتاب يشبه المدرسة الابتدائية في عصرنا الحاضر، وكان من الكثرة بحيث كان هناك نحو 300 كتاب في المدينة الواحدة، وكان الكتاب الواحد يضم أحيانا مئات أو آلافا من الطلاب. ثم قامت المدرسة بجانب الكتاب والمسجد، وكانت الدراسة فيها تشبه الدراسة الثانوية والعالية في عصرنا الحاضر، وكان التعليم فيها مجانا. ولم يكن التعليم فيها خاصا بطائفة من الناس، بل كان يجلس في المدارس ابن الفقير بجانب ابن الغني، وابن التاجر بجانب ابن الصانع والمزارع. وكانت الدراسة فيها قسمين: قسما داخليا للغرباء أو الذين لا تساعدهم أحوالهم المادية على أن يعيشوا على نفقات آبائهم، وقسما خارجيا لمن يريد أن يرجع في المساء إلى بيت أهله. وكان الطعام يقدم مجانا للطالب في القسم الداخلي، وفيه يعبد الله ويطالع وينام. وبذلك كانت كل مدرسة تحتوي على مسجد وقاعات للدراسة وغرف لنوم الطلاب ومكتبة ومطبخ وحمام. وكانت بعض المدارس تحتوي فوق ذلك على ملاعب للرياضة البدنية في الهواء الطلق. وأفضل مثال لهذه المدارس الجامع الأزهر، فهو مسجد تقام فيه حلقات للدراسة، تحيط به من جهاته المتعددة غرف لسكن الطلاب تسمى بالأروقة، يسكنها طلاب كل بلد بجانب واحد، فهناك رواق للشاميين، ورواق للمغاربة، ورواق للأتراك، ورواق للسودانيين، وهكذا. ولا يزال طلاب الأزهر حتى اليوم يأخذون رواتب شهرية مع دراستهم المجانية من ربح الأوقاف التي أوقفت على طلاب العلم بالأزهر. كان رؤساء المدارس من خيرة العلماء وأكثرهم شهرة، ولم يكن المدرسون في صدر الإسلام يأخذون أجرا على عملهم. وبعد أن اتسعت الحضارة وبنيت المدارس وأوقف لها الأوقاف، جعل للمدرسين فيها رواتب شهرية تختلف كثرة وقلة بحسب البلاد والمدارس والأوقاف، ولكنها على كل حال كانت كافية ليعيش المدرس حياة طيبة.
ولم يكن يجلس للتدريس إلا من شهد له الشيوخ بالكفاءة. وقد كان النظام في عصر الإسلام الأول أن يسمح الشيخ للتلميذ بالانفصال عن حلقته وإنشاء حلقة خاصة، أو أن يعهد برئاسة الحلقة إليه بعد وفاته. وكانت المدارس أنواعا، فمنها مدارس لتدريس القرآن الكريم وتفسيره وحفظه وقراءته، ومنها مدارس للحديث خاصة، ومنها وهي أكثرها مدارس للفقه، فقد كان لكل مذهب فقهي مدارس خاصة به، ومنها مدارس للطب، ومنها مدارس للأيتام. ويذكر النعيمي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس، وهو من علماء القرن العاشر الهجري، أسماء مدارس دمشق، وفيها وحدها 7 مدارس للقرآن الكريم، وللحديث 16 مدرسة، وللقرآن والحديث معا 3 مدارس، وللفقه الشافعي 63 مدرسة، وللفقه الحنفي 52 مدرسة، وللفقه المالكي 4 مدارس، وللفقه الحنبلي 11 مدرسة. هذا غير مدارس الطب وغيره من العلوم.